بسم الله، نبداو على بركه الله. هنا بالنسبه عندي الكنافه، عندي 250 غرام ديال الكنافه. هنا عندي واحد المعلقه ديال الزبده مع معلقه ديال الزيت. غنلبسها بهذا الزيت والزبده مزيان حتى كتلبس. من بعد غنوضعها في هذا المول ديال لي كاب كيك. هذا المول هذا نلبسو بالكنافه ونرجع معكم ان شاء الله. هنا كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الميني كنافه ملي درتهم في هذا لي مول هادو ديال لي كاب كيك. هنا كنعمرهم وكنضغط عليهم بالكاس باش كياخذوا لي الشكل ديال الحفارات بهذا الشكل هذا باش نلقى فين ندير الكريمه. هنا بالنسبه للكريمه عندي هنا 3 البيضات، درت معاهم قبيصه ديال الملحه، غندير معاهم واحد الساشي ديال نكهه الزهر كتواتى مزيان مع اللوز، وغندير واحد 3 المعالق ديال السكر سنيده، 3 المعالق. غنخلط ونرجع معكم. هنا ضفت 3 المعالق ديال الزبده بوماد وغنخلط لانها طريه ودغيا غتخلط ليا مع البيض. هنا ضفت راس معلقه ديال القرفه حتى هي كتواتى مزيان مع اللوز، وغنضيف 2 كيسان ديال اللوز وغنكمل التخليط. نخلط الكاس الاول، عاد غنضيف الكاس الثاني، وهذا ونخلطو. هاي الكريمه واجده عندنا. هنا هذا هو الشكل ديال الكريمه، كتجي بهذا الشكل هذا. صافي دابا غنبدا نعمر في هاد الميني طارت. هنا كيف لاحظتوا عمرتهم بالكريمه، كل وحده درت فيها معلقه كبيره. هنا غنبدا ندير في الفوق شويه ديال اللوز ايفيلي، غندخلهم الفران يكون سخون، خصهم يطيبوا على فيه مهيله حتى كيطيبوا على خاطرهم باش ما تحرقش لينا الكنافه. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم ملي طابوا. سخونه غندير عليها شويه ديال العسل، واحد المعلقه كل وحده غندير فيها واحد المعلقه ديال العسل باش تشرب ليا هاد العسيله هذه. وهنا كيف كتشوفوا كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الميني كنافه اللي درت معكم بكريمه اللوز. كتجي رائعه بزاف. هانتوما هذا هو الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي زوينه بزاف. نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها، وشكرا.